حدد له المواعيد وقال له تجيني الأسبوع الجاي الساعة 8:30 في الدكان بتاعي دار البطاريات والإسبيرات في الخرطوم قصاد الجامع الكبير. وده كان شرط أبوي رحمه الله شاكر للعريس اللي هو جاء لأختي الكبيرة. فكان عايز يمتحنه هل هو بيحترم المواعيد، عايز تاني امتحان له. واليوم ده كان برضو جايب معاه أصدقائه دول هم ذاتهم يعني أقرباء والدي رحمه الله وجيراننا، يعني قال تبقى كده قعدة رجال من غير أبوه وأمه، وعشان يمتحنوه كلهم كده ويدردشوا معاه. ما كانوا عايزين يتكلموا ولا في عرس ولا تفاصيل قروش ولا حاجات زي كده، بس عايزين يشوفوا يمتحنوا الشخصية. فالعريس نجح الامتحان وجا في المواعيد. اللحمة الشية أنا عندي هنا قطعية من الكتف وكمان الدوش، وبحصر عليه الليمونة كاملة عشان يفكك الأنسجة ويشيل الزفرة، وملعقتين كبار من خل التفاح. طبعا ده بطري برضو اللحمة يا اخواننا. في الصاجة كبشة كبيرة من السمنة البيتية. لحمة الشية السودانية بتحب كده السمنة، المستكة اليونانية بشيل الزفرة، عود القرفة، الخلنجان السوداني واللومي، ورق الغار، وشوية من الشحم. زمان أمي كانت بالمناسبة بتعملها باللية اللي هو ضنب الخروف، بحمرهم كده شوية وبديها بصلة كبيرة لحد ما الشحمة دي تبقى لونها الذهبي الفاتح. وشايفين هنا اللحمة نزلت السوائل بتاعتها، وبصدم اللحمة في السمنة. كل ما تكتروا السمنة مع الشحم دي لحمة الشية السوداني دي بتطلع طعمها رهيب. لما بصدمها ببتدي بقلبها. فأبوي قاعد يدردش مع العريس ومعاه الرجال أصدقائه دولة عشان كل واحد فيه كده برضو يمتحنوا ويختبروا في العقلية بتاعته. هم ما كان هميم هو بيشتغل شنو ولا بيجيب قروش شنو، بس عايزين يشوفوا الشخصية. أنا بالمناسبة غطيت اللحمة الشية دي وهديت النار وخليتها كده تتسبك في الموية بتاعتها، قعدت لها تقريبا نص ساعة لحد ما تاني فصلت الدهن بتاعها. بشرة من جوز الطيب ودي اختيار بس بتديها طعم مميز. الملح على ذوقكم، انا خديت ملعقه كبيره من الملح ونص ملعقه كبيره من الفلفل الاسود وملعقه كبيره من الكزبره وملعقه كبيره من البهار التركي بيل بيبر، او ممكن تستبدلوه بالبابريكا، ما هو زيه زي البابريكا. شايفين اول ما قلبتها كده لونه كده احمر بني حلو. وبجرب هنا اللحمه، شايفين البصله كيف بشيل شويه من البصله بخدها في ورق القصير، وفي الصحن هو الفخار ده بخطه في نص الصاجة دي، وبجيب فحمة عشان احنا هنعملها من غير الفحم. وبشيل من الدهن ده او السمنة دي بخطه وبغطي الصاجة دي وعشان تديني طعم الشية او طعم الفحمة. اخر حاجة بقلبه وكده لحمة الشية ولحمة الصاج خلاص استوت معانا. بحصر عليها نص ليمون عشان تديها برضو مزازة وطعم حلو. وابوي لما تكيف من العريس قام قال له لازم تجي معانا تتعشى عشان انا ضربتها. وفعلا هو ضرب لامي قبل ما يقفل الدكان كده بشويه بعد ما تكلموا معاه، قال له تجي معانا وتتعشى معانا لحمه شيه. فامي اول ما ابوي كان ضرب لها قبلها كده بشويه قال لها حضري احنا جايين في السكه. امي قاعده تقول الحقوا تعالوا يا بنات ساعدوني ابوكم جاي وجاب العريس. احنا كنا صغار مبسوطين بالعريس لانه احنا ما عندنا اخو، بعدين هو كان زول يعني ظريف جدا جدا. لو عجبتكم وصفة مع القصة اكتبوا لها في التعليقات ولايكات وشيرات.